من اجمل الحاجات اللي تعملها هنا انك تطلع كامبينج. كامبينج بتفصل فيه عن كل حاجة في حياتك، عن كل ما يحيط بك. كامبينج بتفصل فيه عن الموبايل والإنترنت والشغل والناس وكل حاجة في الحياة، وبترجع منه شخص تاني الحقيقة. أنا طلعت أول تجربة كامبينج، وعايز أقول لكم هي حلوة قد إيه. اهلا بيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد هتكلم فيه على تجربه اول مره بعملها الحقيقه، وهي تجربه الكامبينج. دي طلعت تجربه جميله جدا فعلا، وانا كنت يعني عمري ما فكرت فيها قبل كده لحد ما جيت استراليا وتعرفت على اصدقاء استراليين هنا بيعملوها. فطبعا هم ساعدوني كتير واقنعوني ان احنا نعملها فعلا. تجربه الكامبينج دي فعلا لما عملناها كنت انا متخوف منها. فانت اول حاجه بتحتاج تطلع مع ناس خبره وناس عارفه كل حاجه عن موضوع الكامبينج، لان الناس اللي بتطلع كامبينج دايما بتطلع في جروبس مع بعض علشان محدش يتوه، اي حد يلحق التاني في اي مشكله. ثانيا انا كنت طالع برضو مع الاسره وهم عايزين كمان يجربوا موضوع الكامبينج ده ايه. فقررت ان انا اطلع واشوف معاهم الوضع ده. سالت زمايلي دول ايه انواع الكامبينج اللي عندكم، يعني بتعملوا ايه؟ قال لك في نوعين، انك تطلع في الخلاء خالص بدون اي فاسيلتيز، بتعمل خيمه وبتقعد، ويعني حياه بدائيه خالص بقى، مفيش فاسيلتيز، مفيش حمامات، مفيش الكلام من ده. قلت لا، لو بدات كده من الاول هتبقى صعب قوي. فقالوا لي لا، طب خلاص في نوع تاني، في حتت كده واريا بتبقى هي مجهزه اصلا لموضوع الكامبينج. يعني اريا ازاي؟ يعني في منطقه مثلا اللي احنا هوريها لكم دي اسمها ليدج بوينت، اللي احنا رحناها ليدج بوينت. المنطقه ديت بتبقى زي قريه سياحيه صغيره مجهزه لثلاث انواع من الكامبينج. انك بتروح بتختلي وتقعد هناك، ممكن تروح بكرفان، عارف الكرفان اللي بتجره العربيه ده كانه شقه متنقله، وتقعد هناك. دي اريا. الاريا اللي جنبها بتعمل فيها خيام، بتروح بعربيتك برضو، بعدين تنصب فيها الخيمه بتاعتك وتعيش حياتك برضو. والاريا الثالثه في مجموعه من الشاليهات والهاوسز برضو بتقعد فيها، وممكن تقضي الوقت هناك. وممكن انت تعمل الحاجتين زي ما انا عملت كده، كان معايا اسرتي. فعملت ايه؟ رحت رايح بالعربيه وناصب الخيمه، انا وابني ننام في الخيمه، وبقيه الاسره بتنام في الشاليه او البيت الصغير دوت، مع ان احنا بنقضي الوقت كله مع بعض وكل حاجه وتمام يعني. هناك المكان بقى مجهز بفاسيلتيز زي حمام عام مثلا ومحترم ونضيف وكل حاجه، بالاضافه طبعا للحمام الموجود ايه في الشاليه وكده. المهم احنا كانت تجربه جميله جدا، وانا حبيت اشارككم فيها. اجمل ما في التجربه دي طبعا اصدقائنا ستيف ومايكل. مايكل هو كان الجايدنس الاساسي، او كان الجايد بتاعنا الاساسي في الرحله ديت. عملت يعني هو علمني حاجات كتير، وابتديت اشوف معاه ايه موضوع الكامبينج ده وازاي. فانا عموما مش هطول عليكم. انا طبعا صورت حاجات كتيره جدا، والفيديوهات ما ينفعش انها تتعمل مره واحده يعني، او يعني فهنعملها على يعني 3 اجزاء او 3 فيديوهات كده. بنحاول نشوف فيها مع بعض. هنبدا باول فيديو النهارده اللي هو لما رحنا الكامبينج، وهناخدهم كده جزء ورا جزء عشان ما اطولش عليكم وما اتكلمش كتير يعني. يلا بينا نجرب اول تجربه كامبينج. تعالوا معايا، يلا اتفضلوا معايا، يلا بينا. لمينا حاجتنا ونتكل بقى على الله، نبدأ رحلتنا بقى للكامب دي وكده. لمينا اللي نقدر عليه الحقيقة من حاجات، لأن أنا طبعا دي أول مرة أطلع فمش عارف إيه بالظبط المطلوب. لكن الناس الخبرة قالوا لنا أنتوا هتتعلموا. أول كامب ده هيعلمكم حاجات كتير قوي، وتقدر منها تعرف اللي هتحتاجه واللي مش هتحتاجه. بس ادينا خدنا الحاجات اللي تساعدنا اليومين دول، ونتكل بقى على الله. إيه نحاول كده إيه. ما يلا يا ابني انت وهو، يلا معطلني على طول في كل حاجه. انتوا عارفين بقى شغل العيال ده. يلا حبيبي، يلا يا بابا، يلا حبيبي، يلا.
طبعا بالنسبه لنا احنا يعني لما جينا مع بعض كجروب، احنا قاعدين في المكان ده زي ما انتم شايفين. العربيات اهي، احنا جايين بالعربيات، بتركن عربيتك هنا تمام، وبعدين بتعمل تنت زي دي او خيمه زي اللي هناك دي، او قاعده زي دي كده زي ما انت شايف بالكراسي، او خيمه برضو او تنت زي اللي انت شايفها هنا دي. يعني احنا مثلا الليله بتاعتنا بنقضيها هنا نوم بس، يعني انت الحاجات دي للنوم. فده يا اما انت بتيجي بتعمل الخيم بتاعتك هنا وبتقعد، وحاجتك في عربيتك تمام بتجيبها. في بعض العربيات طبعا الفور ويل بتبقى هي مجهزه زي ما انت شايف كده اهوت، و بيبقى عندك الشوايه وبتعمل باربيكيو، او بتجيب اكل جاهز وات ايفر، يعني كل الاوبشنز متاحه. بنقعد قاعده زي اللي احنا شايفينها هنا دي تمام. فيا اما بتقعد هنا، ويا اما بتأجر في البيوت مثلا اللي قدامك هناك دي تمام، او الاتنين مع بعض. وانا هوريكم البيت دلوقتي، هروح اوريك نموذج للبيت بيبقى اللي مثلا ممكن يتأجر في نفس الوقت. اللي قدامنا اللي هناك، المبنى اللي هناك ده الحمام العمومي، حمام نظيف جدا مفيش فيه اي مشكله، بتستخدمه في اي وقت، في شاور، في ممكن تغير هدومك، وكل حاجه بتبقى ايه متاحه هنا، والخدمه كويسه جدا يعني مفيش اي مشاكل. دي التنت بقى اللي انا بنام فيها بقى. يعني ايه لو شفنا كده حاجه مثلا زي التنت دي كده، يعني التنت مثلا زي دي او خيمه زي دي بتسع نفرين زي ما انت شايف اهو. بيبقى فيها مثلا مرتبه زي دي كده اهي، سوري، مرتبه زي دي كده، وبتخش تنام جوه زي الفل. وعلى فكره هي بتبقى مقفوله من فوق ومن تحت ومحكومه تماما. وفي حاجه كمان فيها حلوه قوي، يعني انت ممكن مثلا ايه ترفع ديت، امسكها لي كده، امسك اللي فوق دي تمام، وممكن الشبكه اللي انت شايفها دي بس تكتفي بيها، مش هتدخلك اي حاجه. ده لو الجو حلو مثلا، وتقدر تشوف بقى النجوم وانت نايم، لان النجوم بالليل هنا تحفه طبعا، دي من الحاجات الجميله والرائعه طبعا هنا يعني. بس فتخش تنام جوه وتنتخ وزي الفل يعني. ادي مثلا الكامبينج اهو تمام. فدي الاريا مثلا اللي احنا قاعدين فيها، وادي برضو منطقه الكرفان اللي انا بقول لكم عليها اهي. لو بصيت كده فوق ورا الاشجار اللي هناك دي هتلاقي فيه كذا كرفانات جنب بعض. ففي مكان بتركن فيه الكرفان دوت تمام، وفي المكان اللي انا واقف فيه ده اللي هو فيه الخيم بتاع التنس، وفي المكان اللي هناك دوت اللي هو فيه البيوت زي ما قلت لكم. وتقدر انت من هنا لهنا لهنا زي ما انت عايز بقى. ادي الكرفانات يا جماعه، دي منطقه الكرفان. الناس بتبقى جرة يعني كرفان بعربيه، او العربيه نفسها هي فيها كرفان، يعني هو زي اتوبيس كده ومتنقل يعني. طبعا الكرفان ده بيبقى فيه كل حاجه خاصه بحياتك، يعني اكنه شقه متنقله يعني، بس على سكيل صغير يعني. دي منطقه الكرفانات. تعالوا بقى اوريكم شكل البيت اللي بيتأجر هنا بيبقى عامل ازاي. احنا هنطلع هنا واوريكم كده، يعني برضه تاخدوا فكرة، مش هنخسر حاجة. هو البيت اللي فوق ده، هنطلع فوق ده نموذج للبيوت اللي الناس بتأجرها هنا. تعالوا كده نطلع نشوف الوضع ايه.
ده البيت اللي انا بقول لكم عليه. يعني انت ممكن تيجي تأجر هنا مثلا، في نفس الوقت برضه ايه يعني بتأجر وتنزل تستمتع تحت وتشوف وتقعد تحت شويه وكده، او ممكن تقعد في تنت زي ايه ما انا قلت لك يعني. تعالوا اوريكم البيت مثلا اللي بيتأجر هنا بيبقى عامل ازاي مثلا. على فكره بس انا كنت بسخن قهوه، فهعملها كده وانا بكلمكم بس بعد اذنكم يعني، عشان ايه خلاص انا بس صبيتها اقلبها بس يعني. بصوا بقى، هو البيت ده زي ما انت شايف كده مطبخ صغير زي ما انت شايف، ثلاجه هو اصلا متجهز كده تمام. ترابيزه صغيره، اوضه هنا بتلفزيون مثلا انت بتقعد فيها. ده طبعا لو عندك وقت تقعد اصلا، لان انت اصلا مش هتقعد، انت هتقعد فين؟ انت معظم الوقت هتبقى بره، عايز تنزل تستمتع بالطبيعه وبالجو الجميل وكده. بص بقى برضه ممكن انت تقعد هنا وبص للازاز. هتبص على ايه؟ هات بقى الازاز كله كده من اوله لاخره. يعني انت قاعد في البيت اهو، قاعد في البيت اهو، وبتبص مثلا على المنظر اللي بره ده. وده بيت زي البيت ده، بس مثلا ده دور ارضي وده في العالي هنا تمام. ادي اوضه مثلا اهي، عندك اوضه اهي على المنظر اللي بره تمام كده. بص انت برضو بتبقى نايم، السرير هنا بدورين اهو تمام. انت نايم وباصص برضو بره على خضره تمام، يعني حاجه حلوه برضو. ادي الحمام هنا اهو، حمام بسيط، هو بيت يعتبر يعني بسيط. وادي اوضه نوم تانية هنا برضو على منظر تاني زي ما انت شايف كده. ونص برضو ايه تبقى نايم هنا كده يعني. ده بيت اهو مثلا، انا قلت اوريكم بس البيت من جوه عشان برضو ايه يبقى انت عارف ان انت ممكن تقعد فين. ده شكل الكامب من جوه البيت. خضرة جميلة وامتداد جميل الحقيقة. دلوقتي برضو من ضمن النشاطات، انت ما بتفضلش قاعد بقى في الكامب على طول كده وخلاص يعني، يا اما يعني بعد ما تستمتع بالطبيعه ممكن تتجول بقى في المناطق اللي حوالين الكامب نفسه او حوالين المكان اللي انت بتعمل فيه كامبينج. فاحنا دلوقتي رايحين للبيتش القريب من الاريا، للشاطئ القريب من الاريا دي، نلقي نظره عليه كده ونغير برضو جو شويه كده. وانت بقى بتطفي دماغك اهو. ده على بعد يمكن 5 دقايق بس سواقه او اقل كمان من الكامبينج، يعني تغيير جو كده وايه وتجديد نشاط. بعد كده نرجع هناك تاني. ندخل بقى جوه شويه كده زي ما احنا بقى ايه متعودين كده، يعني لازم كل حاجه تشوفوها. هتلاقوا اماكن طبعا متشابهه كتير الحقيقه يعني، بس كل حاجه ليها جمالها الحقيقه. ده الشاطئ من جوه، وطبعا طبعا كعاده اي اب ان هو لازم ايه يودي ابنه الحمام زي ما انتم شايفين اهو كالعاده. لازم طبعا انا ايه، على فكره انا كنت مودي اخوه الكبير الحمام من شويه، ودلوقتي المفروض اودي ده الحمام بقى
تخيلوا انا ما استمتعتش بالشط. كل ما اجي اخش او اصور لكم حاجه ابص الاقي واحد عايز يخش الحمام، ودي وظيفه اي اب طبعا زي ما انتم عارفين، يعني ان هو دوره الرئيسي خد الولد للحمام. يلا بينا يلا بينا يا عمر، يلا. No, you don't have. No, you don't have to keep it. Let's go. I don't have any problem. It's really annoying, but this is my duty anyway. This is my responsibility to accompany you to the toilet. I don't have to go to the toilet anymore. It's okay. You're saying like this because you don't want to disturb me, but I don't have any drama. I will take you there. زي ما بقول لكم يا جماعه كده ايه، ان احنا لازم نروح التويلت، واي اب طبعا لازم يروح التويلت، دي الوظيفه الاساسيه. وبالمره اوريكم الايه، مش عارف هوريكم التويلتس مثلا عادي يعني، بس هو يعني برضو الفاسيلتيز هنا موجوده في الاريا، في تويلتس، في حاجات كتيره يعني. عارف يا جماعه انا جيت، مش عارف، بصوا يا جماعه انا جيت هنا، ادي التويلت هنا اهو. المفروض التويلت اللي هناك ده مش عارف ايه ده الحقيقه، يعني هبقى اسالكم على ده ومش عارف هل دي استراحه مثلا قدام التويلتس، انا مش عارف يعني. مكان كده عامل زي البرجوله ووراه في ظهره البحر اهو، وهنا ما اعرفش يعني لازمته ايه، هبقى اشوف لازمته ايه الحقيقه، هبقى اروح اشوف. يلا يا جماعه. ان شاء الله يا جماعه بعد شويه كده المفروض ان انا هطلع في جوله كده على امتداد الشاطئ دوت، بس طبعا هي محتاجه عربيه خاصه شويه، لان الموضوع يعني الرمله كتير وتقيله شويه، فبتحتاج عربيه 4 ويل. فاحنا الحمد لله خدنا دعوه كده من احد اصدقائنا الموجودين هنا، هو هيصحابنا ان شاء الله في جوله كده على امتداد الشاطئ. احب برضو ان انا ايه اوريها لكم. راجل مشكورا يعني صديقنا مستر مايكل شميت، من الناس طبعا الخبره في الكامبينج والسفاري والحاجات دي. فالراجل يعني دعانا ان احنا نبقى معاه كده في رحله سريعه كده، ان شاء الله ايه تتبسطوا معانا برضو. زي ما قلت لكم دلوقتي احنا هنطلع في الجوله اللي قلنا عليها مع مستر مايكل شميت. زي ما قلت لكم هو من اصدقائنا اللي هنا المقربين الحقيقه، وراجل محترم جدا وخبره الحقيقه في الكامبينج والسفاري وكل ما يتعلق بالامور بتاعه السفر والمعسكرات والكلام ده كله. فعلا الحقيقه عنده خبرات حلوه يعني. فالراجل مشكورا دعانا ان احنا نطلع معاه في رحله كده ايه هتبقى على امتداد الشاطئ الموجود هنا دوت. ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع رحله الصحراء والرمله، ونراكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.